وواحد المادلين تاكلوا صباعكم عليه اون بليس ساهل ماهل وبالخف يوجد. ونعطيكم المقادير بالضبط تاع هذا الصني يجيكم هذاك هو. تبعوا معايا الوصفه. سلام كي عشيتوا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معاكم واحد الوصفه اللي هي المادلين في الفور، وقررت اليوم نديره بذوق البرتقال بطريقه مختلفه جديده وسهل ماهل وما فيش مقادير بزاف. تبعوا معايا الوصفه. هنا تحتاجوا 2 حبات تاع البيض اللي يكونوا بحراره الغرفه، وتحتاجوا كاس تاع تاي تاع سكر. انا نستعمل هذاك الكاس الصغير تاع لاتاي. اي كاس عندكم مهم كملوا به العباء يكون صغير، وتزيدوا فوقه كما راكم تشوفوا مبشور تشين برتقال. تبشروا غير هذاك اللي تشيني، ما توصلوش للب الابيض هذاك مر يطلق لكم البنه تاع المرار. خاصكم تبشروا غير تشيني وكتروا باش يمد المذاق بنين. من بعد تجيبوا الباطر وتضربوه بالباطر حتى يتبدل له لاكولا كما كتشوفوا يولي ابيض. اليوم بعدا تجيبوا كاس تاع اتاي تاع الزيت، هي تقعدوا تضيفوا بشويه بلوكطيره وتخلطوا بلوكطيره وتخلطوا. ومن بعد تجيبوا عاود كاس تاع الحليب يكون نوعيه مليحه، ايوا تقعدوا تاني ديروا بشويه وتخلطوا بشويه وتخلطوا. هاد المرحله مهمه، ما لازمش تكبوهم هكا ضربه واحده، خاص غير بشويه باش كلش المكونات يمتزجوا غايه مع بعض. ومن بعد تزيدوا 3 كيسان هذوك تاع تاي تاع فارينه مغربلين تاع فارينه، ايوا تزيدوا باكي ونص تاع هاد الخميره. انا نستعمل هذيك معروفه عند الجزائريين. تحصلوا على هاد القوام، من بعد تضربوهم يا اما بالباطا يا اما بهذا غير الضراب ايا حتى تحصلوا على هذاك القوام يجي شويه خفيف. ومن بعد توزعوهم في لي كيسات، تحطوا ديك لي كيسات داك المول ايا وتديروا الحجم كيما راني حاطه انا. شغل توصلوا فين راني واصله انا باش هكا المادين تاعكم يجيكم طالع شويه. ومن بعد تحطوا حبيبات تاع التشين داخل. هاد الحبيبات تاع التشين غادي تلقوا واحد البنه اون ديري كونفيتور عندكم لداخل بلا ما تحطوا كونفيتور، شغل غادي يطيب ويجي بنين. ومن بعد ديروا هكا شويه هاد الحبات شويه تاع السكر من فوق ديروه باش كي يطيب يجي واحد الطبقه من فوق شابه. ومام تقدروا تزيدوا هكا شويه زيت تاع السيترون عاود تعطيكم واحد المنظر شباب من الفوق. انا ما كاش عندي بزاف، هي درت غير من الداخل. وهذا هو المادين تاعنا، شفتوا كيفاش جا يجي طالع، ما يجيش طالع هذاك حتى يفيض مع الجوانب، يجي طالع هكا طلوعيه شابه كما راكم تشوفوا. مع هذاك الحبيبات تاع السكر اللي ديروهم من الفوق، شغل تعطي واحد الطبقه كونستيون يجي بنين. وهذاك التشينا عاود للداخل تخلي الكيك المادلين من الداخل طري، ما يجيكمش قاصح ويجي خفيف ويجي هشيش. هذاك اللوغو تاع التشين مع هذاك الحبه هاني غادي نقسم معاكم وحده لداخل وتشوفوها كي جات. ولا كويسون الوقت تاع الطياب يدي مع 12 دقيقه 15 دقيقه هكاك. شعلين الفور من الفوق ومن التحت. انا استعملت الفرن الكهربائي، انتوما الا كان عندكم فرن عادي ما خصكم تشعلوه من الفوق ومن التحت. نار تاع 180 هكاك. ايوا شفتوا شحال هشيش، راني نوريكم راكم تشوفوا قدامكم مع ديك الحبيبه تاع التشين دخلت لك فيه هذاك الماء تاعها يجي نقول لكم وبنه خرافيه. غير جربوه وما تندموش. اون بلوس جاي ماشي زعما ما فيش واحد الحاجه هكا، جاي اقتصادي، ما فيش حاجه اللي غاليه ولا. ديوه لوليداتكم باش يتقهواو الصباح ولا باش يتقهواو عشيه مزيان تاع نكذبش عليكم. انا نديره كيما هكا كما كتشوفوا بالتشين. ولا تاني عندي واحد لاغوسات شغل ندير له ثقبه من تحت، واحد الثقب هكا باش ما ديرو بخدمي ولا بالكوردون ولا باش ما هكا. ومن بعد تجيبوا هذيك الشيكولاته اوبتيلا ولا تكونوا عمرينها في كيس حلواني ايوا تعصروا عليه تدخلوا له شوكولا لداخل. ايوا بصح ديوه بذوق لافاني بلاصه ما ديروا هذوك مبشور التشين، ديروا لافاني وهذا ما كان. ولا هذاك الباتاغوم تاع لافاني يجي واش نقول لكم عاود يجي بنين. تقدروا تعموه من داخل بالحاجه اللي بغيتو كونفيتور كيما انا ما كاش عندي
درت حبات شينا. المهم اي حاجه لداخل ويجي نقول لكم جربوه. عطوني رايكم في لي كومونتير كي جاكم، وما تنسوش تتابعوني على تيك توك والانستغرام نوني فوت، وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير وديروا لي جام. واللي جديد مرحبا به. تهلاو في رواحكم، تلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. في الامان.